اهلا بيكم في قناتنا مطبخ فراولة. لو بتدوري على سر طعم الفول اللي بيتشم ريحته من اول الشارع واللي دايما بنفطر بيه في احلى صباح مصري، يبقى لازم تشوفي الفيديو ده للنهاية. النهاردة هنعمل الفول المدمس المصري الاصيل في البيت بطعم احلى من المحلات، ومن غير اي اضافات واي مواد حافظة ولا اي الوان صناعية. حضري الفطار لعيلتك وبطريقة صحية واقتصادية، والطعم بجد بجد يجنن. تعالي نشوف هنعمله ازاي. بس اذا كنتوا باول مرة تشوفوني، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل اشعاراتنا في فيديوهاتنا الجديدة. معانا كيلو الا ربع من الفول، او بما يعادل 3 كوبايات فول او 3 مجات. اول حاجة بغسلهم كويس جدا وبنقعهم نص ساعة علشان النظافة. بتنزل كل شوائب او اي حاجة في الفول. بعد نص ساعة بغسلهم، وبعدين بضيف عليهم مية مغلية، وهيقعد في المية المغلية لمدة ساعة. وفي المرحلة اللي جاية دي بقى هنزل بالفول بتاعي في مية مغلية. وانا هنا عندي الدماسة، بس انا هعمله معاكم في الحلة عادي، وده مش هيفرق خالص لا في اللون ولا في طعم الفولة. هنزل بكل كمية الفول بتاعتي في المية المغلية، وبعدين هنزل بالفول بتاعي المدشوش، تقريبا كوباية الا ربع من الفول المدشوش. وهنا الفول المدشوش بيدي تقل او سمك للمية بتاعت الفول. هكون طبعا غسلاهم ومصفيهم. هنزل كمان بجزرايه مبشوره، جزرايه حلوه كبيره كده مبشوره. دي بتدي برضو طعم حلو وقيمه غذائيه للفول. بنضيفها لاولادنا في الفول، للاطفال اللي ما بياكلوش الجزر، وبتدي لون كمان. هنا بقى بنزل بمعلقه صغيره من الكركم، ودي بقى اساس اللون بتاعنا الجميل اللي بيطلع في الاخر. وكمان هضيف معايا عصره ليمونه كامله. وهنا حاولوا تلتزموا بكل التركات والحاجات البسيطة اللي بنحطها، بتفرق جدا في الاخر في الطعم. انا المكونات مش كتيرة خالص. احنا بنحط فول مدشوش، آه، جزراية مبشورة، كركم، وعصرة الليمون، بس مش هحط حاجة اكتر من كده. هو ده اللي بيعملوه بره، مش فارق كتير عن بتاع بره، في نفس الطعم وفي نفس اللون. هيطلع معاكي رائع. مش هنحط بقى حاجات الاضافات التانية الكتيرة اللي بيحطوها الناس بره، وبتغير من طعم الفول وبتخلي لونه مش حلو خالص. وهنا قلبت كل المكونات وهغطي الحلة وهسيبها تقريبا نص ساعة على نار عالية عادي. وبعدين اول ما بيطلع بخار من الحلة بتاعتي، بوطي على نار هادية جدا زي الشمعة بالظبط، يعني اوطى حاجة عندك. هنا بقى النص ساعة عدت على نار متوسطة، فالمية بتاعتي نقصت، فابتديت ان انا اكمل شوية مية مغلية. كل شوية هبص عليه. هو تقريبا بياخد من 3 ساعات ل4 ساعات على حسب نوع الفولة اللي انتي بتستخدميها. كل شوية انا بعمل بحط شوية مية مغلية، ولازم تكون مغلية علشان ما تفصلش حرارة الفول، لانه بيبقى سخن. وعلى حسب كمان، يعني بياخد من 3 ل 4 ساعات على حسب الفولة بتاعتك مستوردة او بلدي. انا مستخدماها، انا بحب جدا البلدي في التدميس، بس المرة دي كان عندي المستورد فعملت المستورد. هو تقريبا المستورد طالع زي بتاع المحلات بالظبط، لان هما بره بيستخدموا في المحلات المستورد مش البلدي. هنا بقى خلاص تقريبا يعني دخل في مرحلة السوى. شكله جميل، لونه رائع، مفهوش سواد، مش مسود خالص. شايفين شكل ولون الفولة عاملة ازاي؟ جميلة جميلة جميلة. هتعمليها لولادك انضف بكتير من بره، لان انت عارفة انت حاطة ايه في الفول. انت بره مش عارفة هما بيحطوا ايه في الفول. طبعا اوفر وانضف وكل حاجة. تعالوا بقى اوريكم سمك الفولة عامل ازاي. بصوا بقى، ركزوا معايا. بصوا السمك عامل ازاي، زبدة يا جماعة، كهرمان كهرمان بجد، دايبة في ايديا، وطعمها لذيذ ولون الفول رائع. تعالوا نغرف مع بعض ونشوف شكله عامل ازاي، ويديله التحبيشة بتاعته اللي هي. هنا بقى احنا غرفناه احلى طبق فول ممكن تاكليه وتاكليه لولادك. هننزل بقى بشوية الزيت بتوعنا، زيت زيتون، زيت عادي، او حتى زيت حار. هيبقى احلى فول بكل انواع الزيوت ايا كان نوع الزيت. انزلي بقى بالزيت، وبعدين بشوية ملح وفلفل وكمون جامدين. ريحتها يعني ريحة الطبق ملهاش حل. بننزل بقى بعصير الليمون بتاعنا، وكله بقى احلى طبق فول بالهنا والشفا، مع شوية عيش بلدي بقى، وجنبه شوية مخلل او بتنجان مخلل،
هيبقى احلى فطار ممكن تتخيليه. انا كيسته وحطيته في الفريزر وبطلع كل يوم على حسب ما انا عايزه. الفيديو بتاعنا خلص، لكن وصفاتنا لسه ما خلصتش. اذا عجبتكم الوصفه اعملوا لايك وشير واكتبوا ارائكم في كومنتات، وكل مقترحاتكم دي حاجه بتبسطنا. شكرا لكم ولمتابعتكم.